السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. ازيكم وعاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير وفي خير. ويا جماعة كثفوا الدعاء جدا الأيام دي. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم ارفع عنا البلاء والابتلاء والأمراض واشفي كل مريض يا رب يتألم، وارزق كل مشتاق بالذرية الصالحة. ادعوا كتير لكم ولغيركم علشان ربنا يستجيب منا الدعاء. احنا في أيام حلوة قوي قوي، احنا في منتصف شعبان وخلاص رمضان بيدق الباب على الابواب. انا النهارده عملت فيها جدعه جدا جدا من العيار التقيل، وقررت انزل السوق. وديت ولادي الحضانه وبعدين قلت انزل السوق. انا عندي محلات جنب البيت بتاعت خضار، فبنزل اشتري منها، ودايما الاسعار فيها عايزه اقول لكم ان هي يعني ضعف ما من بره. النهارده بقى لما نزلت انا من كل وقت للتاني بروح السوق، ولكن مش دايما عشان معايا اطفال. النهارده بقى نزلت بقى بدعت، جبت سبانخ وبسله وبطاطس بانواعها وجزر وكوسه وكرنبيط وخيار وليمون وسفندي وموز يعني وفلفل كل حاجه. يعني كمان لو كان مثلا معايا حد يشيل كنت هجيب اكتر من كده، لاني غصب عني مش بعرف اروح كتير او بعرف اروح دايما. تعالوا نشوف انا جبت ايه واخترت الحاجات اللي انا جبتها ازاي والاسعار كانت ايه. انا السبانخ دي الكيلو يعني 4 ربطات جبتهم ب10 جنيه. كان في الكيلو وربع ب10 جنيه، ولكن اللي هي عروقها طويله قوي وانا ما بحبهاش. انا بحب السبانخ اللي هي قصيره، اللي تقريبا عباره عن ورقه بس، واللي فيها الحته الحمراء دي. علشان كده ما شغلنيش يعني تمنها. هي ال4 ربطات ب10 جنيه، هم اقل من كيلو بصراحه. وبعدين بقى جبت كميه من البسله ما شاء الله، يعني اللهم بارك. طبعا بقول لكم هنا انا كان في عندي بسله كتير في السوق ارخص من اللي انا جايباها دي، ولكن اللي هي القشره بتاعتها فاتحه قوي وناشفه قوي. انا ما بحبهاش في التخزين لانها بتحصول. لما تجيبي حاجه تخزنيها هاتيها تكون خضره ومرعرعه وفي اوانها، يعني لفي لحد ما تجيبي الحاجه اللي انت عايزاها. ومش عشان تخزني مش شرط انك تنزلي تجيبي كميات كبيره. لا، النهارده انا هطبخ سبانخ مثلا، بدل ما اجيب كيلو هجيب كيلو ونص واشيل النص على جنب. مره تانية هجيب نص، بقى عندي كيلو. البسله نفس القصه، القلقاس نفس القصه. فيعني ايه، مش شرط ان انا انزل اجيب كل الحاجات مره واحده. في امكانك تنزلي تجيبي طلباتك بتاعه الشهر او الاسبوع او اكتر مره واحده. انزلي مش في مقدرتك مثلا تجيبي يوم بيوم. كل يوم شيلي حاجه. والله العظيم لو مثلا جبنا نص لحمه مثلا، احنا 4 افراد او 3 افراد، في حتتين زياده لو شلتيهم على مره تانية هتلاقي عندك دايما الحاجات موجوده في بيتك. ربنا يملى بيوتنا كلها بالخير والعمار. وعايزه اقول لكم بقى حبايبي، ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب للقناه. وكمان طالبه منكم طلب جميل، هتلاقوا في صندوق الوصف او في اول تعليق مثبت لينك الصفحه بتاعت يوميات ام هبه على الفيسبوك. بتمنى منكم ان انتوا تدخلوا تدعموني وتعملوا لي لايكات كتير، وكمان تعملوا لي متابعه. بحبكم في الله طبعا. وتعالوا نكمل بقيه الفيديو بقى بتاعنا. مش انا كده عملت شاطره من العيار التقيل ولا لا؟ بس جوزي بيقولي خربت الدنيا، خربتها. يلا. الطماطم دي عايزه اقول لكم ان في منها ب5 وفي منها ب6.5. مش عايزه اقول لكم بقى ان انا بجيبها من عند البيت ب10 وب12 جنيه. القلقاس برضو مش انا اللي مختاره بصراحه، وهو مش عاجبني. انا لما بخزن قلقاس بحب اجيب مثلا القلقاسه على قد الطبخه، لان ده هخزنه خلاص. انما اللي مش بيتخزن اللي بجيبه واطبخه على طول ما بيفرقش معايا. برضو ده كرنبيت كنت جبت واحده كبيره وده اتبقى منها، فغلفته بالاسترتش كده وشيلته حفظته في التلاجة. تعالوا اقول لكم بقى انا ازاي بحفظ الخضار بتاعي في التلاجة من غير ما في اي حاجه تبوظ. اول حاجه الطماطم كده مش لازم تستخدمي مناديل. لو ما عندكيش مناديل او عايزه توفري قوي، ورق كده من سكتشات الولاد اللي ما بيستخدموهاش، افرشيه كده في المصفى بتاعتك او في العلبه بتاعتك، وابداي رصي الطماطم فيه. واهم حاجه الخضار بتاعك يكون ناشف، وبين كل طبقه وطبقه افرشي ورق او مناديل المتاح عندك. بصراحه انا ما كانش عندي مناديل مطبخ، المناديل اللي عندي كانت المناديل الشخصيه اللي احنا بنستخدمها. فاستخدمت مكانه ورق من سكتشات وحاجات موجوده عندي.
تعالوا بقى هنشوف هخزن البسلة ازاي، وكمان الليمون والخيار والجزر والفلفل، كل الحاجات دي. خلصنا الطماطم كده. وعايزه اقول لكم البسله، بالنسبه للبسله انا كنت بخزنها، بعمل لها ميه بتغلي واحط فيها ملح واحط فيها سكر واحط فيها البسله، واكون محضره جنبي تلج، بطلع البسله احطها فيه، اعمل لها صدمه وبعدين اسيبها تجف كويس واعبيها واشيلها في التلاجة في الفريزر. طبعا كل كيس على قد الطبخه. هنا بقى كنت بوريكم الخضره دي بقى لها تقريبا اسبوع عندي بانواعها يعني. بجيبها بغسلها وبحطها في فوطه كويس لحد ما تجف، وبعدين الفها في ورقه، اي ورق عندك بقى، بلاش مناديل، خليها في ورق. الورق بيحافظ عليها اكتر واطول. وبعدين اخرج من الورقه الهواء، ما خليش هواء خالص، وبعدين احطها في كيس، حبه في كيس حبه، مش يعني فكرة انك تحطيها في كيس او عدم من عدم ومش هتفرق. البطاطس جايباها مثلا ب6.5، وفي ب5 برضو، ولكن هنا مثلا جنب البيت عندي بجيبها ب8 وب10. وعلى فكرة ما بتبقاش بنفس جودة الحاجات اللي بتكون موجودة، او ما بتكونش فريش زي يعني طازة قوي زي الحاجات اللي بتبقى موجودة في السوق. هنا بقى دخلنا على الليمون. الليمون هنا انا جبته غسلته كويس، وبعدين جبت الفوطه بقى بتاعه المطبخ وبدات كده انشفه واحده واحده، وجبت علبه حلوه قوي وفرشتها في مناديل او ورق زي ما تحبي. انا قلت لك اهو، انا هنا العلبه كبيره ففرشه فيها ورق بصراحه. وبعدين بقى بتمسحي الليمون كويس جدا من الميه، قلنا عشان نحافظ على الخضار، اي حاجه بنحطها في التلاجة لازم نحافظ عليها من الميه. وهبدا الف كل واحده فيهم في منديل وارصهم كويس، واخرج الهواء من العلبه واقفلها كويس، واكون حريصه ان مفيش ميه لا توصل المناديل ولا توصل الورق ولا العلبه ولا الخضار. طبعا هنا بقى الخيار اتعاملت مع نفس المعامله، غسلته كويس وكمان نشفته، وبعدين بدات الف كل واحده فيهم في منديل وبرصه كده في علبته او في بلاستيكه زي ما تحبي، وبتحطيه برده في تلاجتك. واهم حاجه ما يوصلوش، بيقعد معاكي. يعني انا لو جبت كميه خيار مثلا 2 كيلو 3 كيلو حطيتهم في التلاجة ممكن يقعدوا معايا شهر وزياده، لو الولاد ما اكلوهوش طبعا بصفه مستمره. انما لو اكلوه بالف هنا وشفا ما بيبص عندي لحد اخر، ومن اول واحده لحد اخر واحده زي الفل. على فكره الاتنين اللي فوق ده كانت من يعني من الكميه اللي قبل كده. البسله قلت لكم على طريقتها، انما انا المره دي بصراحه السنه دي مش هعمل لها الصدمات ولا الكلام ده، هفرصصها واعبيها في اكياس واشيلها في الفريزر، ولما اطلع اعملها. وما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب.